السلام عليكم، كيف دايرين؟ شخباركم؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى كلشي يكون بخير وعلى خير في النهار يا ربي. وانتم كتشوفوا هذا الفيديو ديالي اليوم ان شاء الله جيت بغيت ندير واحد البطيبطات معمرين وقلت نشاركهم معكم. هنا كيف ما كتشوفوا عندي 4 الكيسان ديال الطحين فرص، وعندي هنايا 2 كيسان ديال الطحين سبيسيال، وعندي مليحه، وعندي شويه الخميره، معلقه كبيره الخميره اللي انا دابا الحال بارد درت معلقه كبيره ديال الخميره. المهم غادي نعجن العجينه ديالي بالماء عادي، انا ما كندير فيها لا سكر لا عسل لا حتى شي حاجه، كنديرها عجينه عاديه وغادي نعجنها بالماء دافي ونرجع معكم ان شاء الله. دابا انا هنا بعد ما عجنت العجينه ديالي هانتوما شوفوا كي دايره، شفتوا راه شي شويه ما كتلصقش ولكن رطبه. دابا غادي نغطيها بواحد المنيديل ونخليها تخمر وندوز نحضر معكم الحشوه. هذه هي الحشوه ديالنا باش نعمروا البطيبطات ديالنا اللي فيها بصله مشلضه رقيقه، دايره مشلضه ماشي محكوكه. عندي فيها القزبر معدنوس، عندي فيها الكمون، شويه د الهريسه، الملحه، التحميره، واحد 2 فصوص ديال الثوم، والشحمه ديال الكلاوي اللي غير قطعتها رقيق، ماشي شتو ماشي حكيتها، المهم غير قطعتها رقيق. وغنزيد على هادشي كله غنزيد عليه الزيت. اللي بغى يدير الكفته يديرها، انا عندي الكفته ولكن ما بغيتش نديرها، ها هي. وعندي الدجاج ما بغيتش نديرو، ها هو. اللي بغى يدير الكفته غيديرها خضره، غيزيدها على هاد المقادير هادو غادي يديرها خضره. اما اللي بغى يدير طريفات ديال الدجاج يقطعهم رقاق رقاق بحال البصله، يقطعهم ويشحرهم شويه، المهم يدير لهم العطريه ديالهم، شويه البزار شويه الملحه شويه ديال، المهم يدير التوابل اللي كاينين في هاد العطريه هذه اللي غنديروا باش نعمروا البطبوط يديرهم. انا اليوم فضلت نديرها غير بالشحمه الكلاوي، وصدقوني راه كيجيو رائعين وبنان بنان بزاف. انا هنا بعد ما زدت الزيت غادي نخلط هاد المقادير ديالي بحال هكذا، ما غاديش نشحرها، ما غاديش نديرها نهائيا فوق العافيه، لان غادي نعمر بها هكذا خضراء وغادي طيب في وسط البطبوط ديالنا. هذا هو السر اللي كيخلي البطبوط ديالنا يجي بنين، وكتطلق فيه ديك الشحيمه ديالها، كتطلق ديك البنه ديالها، وهاد العطريه كامله ديك البصيله كتطلق ديك الماء ديالها في وسط البطبوط باش كيجينا مرق وزوين. الحشوه ديالنا ملي كنخلطوها كتولي بحال هكذا، شوف وراه كتجي بنينه بنينه، ما نقول لكمش. في هذا البطبوط هذا ديروه للكوتي والله حتى ما كتبقاوش تعشاو، اللي كلا بطيبطه ولا نص بطيبطه صافي كتشبعوا ما كيبقاش يتعشى. دابا غندوزو العجينه ديالنا نشوفوها فين وصلت. ما شاء الله العجينه ديالنا هي خمرات، شفتوا هي خمرات. دابا غادي نكور العجينه ديالي كويرات صغار، كويرات ديال البطبوط. جميع المغربيات تبارك الله راه كيعرفوا كيفاش يديروا البطبوط. المهم انا غير حيت هازه التليفون بيد وكنصور بيد ما يمكن لياش نوريكم كيفاش كنديروا الكويرات، راه كلشي كيعرف كيفاش كنديروا الكويرات. غندير لهم بحال هكذا، غادي نكوروهم وغادي نحطوهم ونعاودوا نغطيوهم واحد شويه باش نعاود ثاني نخليوهم يخمروا. شفتوا العجينه كي دايره، راه قلت لكم ما كتكونش قاصحه، شفتوا باش كيجينا البطبوط ديالنا زوين وخفيف. ودابا ان شاء الله غادي نقرص معكم اول خبيزه. غادي ندير شويه ديال الطحين وغادي نحلوها بحال هكذا. شفتوا العجينه طايعه تبارك الله ما شاء الله، شوفوا البواقات اللي فيها. وغادي نديروا الحشوه ديالنا هنا الوسط، نحاولوا ما نقيسوش الجنيبات، وغادي نشدوا على الحشوه ديالنا بحال هكذا. غادي نشدوا عليها بحال هكذا، نعاودوا نكوروا الخبيزه ديالنا ونحطوها حتى نساليو جميع الخبيزات اللي عندنا. شفتوا نحطوها حتى نساليو جميع الخبيزات اللي عندنا ان شاء الله، ونسخنوا المقيله ديالنا ونطيبوهم. دابا بعد ما سخنات لينا المقله ديالنا غادي نطيبوا البطيبطات ان شاء الله. هذه اول وحده انا كنطيبها معكم، طيب ان شاء الله ونرجع معكم. شوفوا كي كيتنفخوا، هانتوما شوفوا شفتوا ما شاء الله.
هادو هما البطاطا ديالنا اليوم اللي كنتمنى ينالوا الاعجاب ديالكم يا ربي. شوفوا كيما شفتوا راه ما فيهم حتى شي حاجه، كلشي عندك في الدار، حتى الشحمه الكلاوي الا ما عندكش ديريهم غير بديك التتبيله اللي عطيتوك وبديك البصيله، وراه كيجيو رائعين رائعين بلا ما ديري لا كفته لا لحم لا حتى شي حاجه. وضحي يدي العكز ديري كوتي لوليداتك بحال هكذا باش يسخنوا في هذا البرد. هنا كيسالي الفيديو ديالي، كنتمنى يا ربي ينال الاعجاب ديالكم. ما تنساونيش من الجيم. الى اللقاء فيديو مقبل ان شاء الله. السلام عليكم.